انا عايز اقول رساله لكل المخرجين والمنتجين وصناع الوسط الفني اللي هم يعني لحد الراكور اللي بيتحط في المسلسل. ايه ايه بقى ايه؟ رحت اعمل كاستنج، قالوا لي يا ابني طولك وزنك ارتفاعك، اخدوا كل المقاسات كانهم خلاص هيشطبوا شقه. ظبطت الكلام والدنيا لذيذه والله اكبر عليا، تمام. محدش كلمني، قلت مش مشكله مش مشكله. قالوا لي يا ابني عايز توصل السوشيال ميديا، قلت لهم يا جدعان مفيش امل، طب انا مش بتاع سوشيال. قالوا لي يا ابني هو ده لغه العصر ولغه مش عارف ايه ولغه شارع. قلت لهم خلاص يا جدعان هعمل سوشيال ميديا، مع اني كنت بمثل مسرح، تمام. للناس اللي ما تعرفش عملت سوشيال ميديا والحمد لله عملنا ترندات وكانت الدنيا جميله وايه. وبعد كده ايه؟ قالوا لي يا محمود لازم تبقى نقابي. ما اصل يا محمود ما ينفعش تمثل الا لما تبقى نقابي يا حبيبي، لازم الكارنيه. طيب دلوقتي انا احب افرح كل اخواتي اللي وقفوا جنبي ومصدقيني ويعني احلى ناس في الدنيا. انا دلوقتي بقيت نقابي والحمد لله اتقبلت في المعهد العالي للفنون المسرحيه، انا دلوقتي نقابي. فايه السيزون جاي يا باشا، السيزون جاي يا سعاده المنتج، ايه الدنيا.